ازيكم؟ يا رب تكونوا بسعادة وصحة وراحة بال. نسيب بقى فيديوهات المطبخ شوية ونبتدي بقى في الصيف نعمل فيديوهات عناية بالبشرة، وكمان منتجات أنا جربتها وهقول لكم رأيي فيها بصراحة. هنتكلم عن سيرم هايلون اكسبيرت من لوريال، وكمان عندي سيرم هايلو ميكس. طبعا الاتنين دول المكون الأساسي بتاعهم هو حمض الهيرولونيك، بس طبعا النسبة بتاعته بتختلف من كل واحد فيهم عن التاني. كمان معايا الماسك بتاع ايفا، وبرضو الماسك ده بالهيرولونيك. انا طبعا استخدمته وهقول لكم فيه رأيي بصراحة، وهل فعلا يستحق ان احنا نستخدمه او نجيبه او لا. وكمان جربت الماسك بتاع لوريال بالهيلورونيك اسيد، هو من نفس المجموعة بتاعة هايلون اكسبيرت، وهقول لكم رأيي فيهم بصراحة وهل هم يستحقوا التجربة ولا لا. اول حاجة بقى هنتكلم عنها هو سيرم هايلون اكسبيرت من لوريال. دي العلبة بتاعته زي ما انتوا شايفينها، هنفتحها مع بعض. طبعا انا استخدمته بقالي مدة وتقريبا خلاص، يعني في حاجة بسيطة جدا قرب يخلص معايا. ده شكل الازازة من جوه، وطبعا هو بيبقى فيه قطارة كده بنستخدمها عشان ناخد بيها المنتج. طبعا الازازة شكلها شيك جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان لونها حلو جدا. وزي ما قلت لكم ان الازازة بيكون معاها قطارة علشان ناخد السيرم بسهولة. وهحاول ان انا اوريكم شكل السيرم، مش عارفة هيظهر في الكاميرا او لا. هو سيرم خفيف كده شفاف، لزج شوية، يعني الملمس بتاعه مش تقيل قوي. ومجرد ما بنحطه على البشرة وبندعك كده دعكة خفيفة جدا بيمتص بسرعة. ولو بصينا على العبوة الخارجية، طبعا السيرم دوت بيتكون من حمض الهيلورونيك بنسبة 1.5%، ودي نسبة مقبولة جدا، وهو من لوريال. وطبعا حمض الهيلورونيك طبعا عارفين ان هو بيعزز مرونة البشرة، وكمان بيخفي كتير من الخطوط الرفيعة اللي بتبقى موجودة في البشرة. ده طبعا اللي هو المفروض ان السيرم بيعمله. ومكتوب عليه ان هو طبعا زي ما قلت لكم في 1.5% من حمض الهيلورونيك، وبيعيد تاني مرونة البشرة وبيرجع لها الشباب، وان هو لكل انواع البشرة، وان هو امتصاصه سريع جدا وبيدي في الاخر نتيجة مش دهنية، يعني مش زي الكريم. هو بيمتص بسرعة جدا جدا، فطبعا ما بيديش اي ملمس دهني على البشرة. اما بالنسبه للاستخدام، هو بيستخدم مرتين، مره الصبح ومره بالليل. بنحط من نقطتين ل3 على كل الوش. طبعا الوش يكون نظيف، هو مكتوب في العلبه ان هو يكون جاف، لكن لا طبعا هو يفضل ان الوش ما يبقاش جاف، يعني يبقى فيه مندي كده ميه خفيفه. وبعد كده بندلكه على البشره تدليك خفيف جدا، وهو بيمتص بكل سهوله. وبعد كده بقى بنحط على البشره كريم، ويفضل ان هو يكون الكريم اللي تبع المجموعه بتاعه هايلون اكسبيرت، على حسب بقى كان كريم ليلي أو كريم نهاري. دي كل التعليمات اللي مكتوبة على العبوة الخارجية للسيرم. أما بالنسبة للتجربة الشخصية ليا، طبعا هو حمض الهيلورونيك طبعا معروف ان هو بيدي مرونة للبشرة وبيرطبها، وطبعا هو نسبته هنا 1.5%، يعني نسبة حلوة جدا. لكن بالرغم من كده انا ما حسيتش ان هو بيدي الترطيب الكافي، كمان ما حسيتش ان هو خفف خالص او عمل امتلاء للخطوط الرفيعة، لا بالعكس، يعني زي ما هي. كمان الترطيب بتاعه ترطيب وقتي جدا، يعني مجرد ما بتحطيه ممكن حطيتيه بالليل تاني يوم الصبح بتصحي مفيش اي اختلاف خالص. اما بقى تاني حاجة هنتكلم عنها وهو الهايلو ميكس. زي ما انتوا شايفين الهايلو ميكس دي العبوة بتاعته، وهو برضو بيتكون من حمض الهيلورونيك، لكن طبعا النسبة هنا اعلى، نسبة 3% اعلى من سيرم لوريال. وكمان معاه حمض البي 5 اللي هو حمض الباناسونيك، والحمض ده مرطب هايل جدا للبشرة، وبيساعد على التخلص من جفاف البشرة، ولو فيها احمرار او حكة بيقلل منهم جدا. كمان بيقاوم التجاعيد وبيملأ الخطوط الرفيعة اللي بتبقى في البشرة. اما بقى بالنسبة لطريقة الاستخدام، هو برضو بيستخدم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل على بشرة نظيفة. بس طبعا مكتوب على العبوة ان البشرة لازم تكون مبللة، يعني مبللة خفيف كده، ودي هي الطريقة الصح. وهنشوف بقى العبوة بتاعته من جوه.
ده شكل الإزازة بتاعة السيرم. دي طبعا ده تاني مرة ان انا استخدمه، لانه بصراحة هو عجبني اكتر بكتير جدا من لوريال. دي لسه جديدة، لسه هستخدمها، بس انا استخدمته قبل كده. زي ما انتوا شايفين برضو هو عبارة عن قطارة عشان ناخد بيها السيرم. وده شكل السيرم. زي ما انتوا شايفين هو تقيل شوية عن سيرم لوريال، والملمس بتاعه يعني لزج اكتر وتقيل اكتر، بس برضو ما بيديش اي ملمس دهني على البشرة، وكمان بيمتص بسهولة جدا. بس من الاحسن ان احنا نحطه على بشرة تكون مبللة، طبعا لان المية مع حمض الهيلورونيك بتخليه ان هو يمتص اكتر ويدي ترطيب عالي جدا للبشرة. وطبعا معروف ان حمض الهيلورونيك، انا قلت لكم ان هو هنا بنسبه 3%. الحمض ده مهم جدا، بيحارب الشيخوخه وبيجدد البشره وبيحفز الكولاجين في البشره وبيرطبها جدا جدا، وبيحافظ على الرطوبه جوه البشره، وكمان بيعمل امتلاء كده للبشره. وفعلا السيرم ده في كل ده، باستثناء بس اللي هو امتلاء الخطوط الرفيعه برضو مش ظاهره فيه قوي، لكن هو بيرطب البشره جدا احسن من سيرم لوريال. كمان يعني انا لما كنت بستخدمه بالليل والصبح اغسل وشي، مجرد ما اغسله بميه بس بحس بنضاره كده وبحس بامتلاء للبشره، وفعلا هو بيدي ترطيب عالي جدا جدا للبشره. يعني بصراحه انصحكم ان انتوا تجربوه عن السيرم بتاع لوريال. وبالرغم ان هو سعره اقل من لوريال، بس الافكت بتاعه اعلى منه. يعني لو قدامك ان انت تختاري ما بين الاتنين، انا عن نفسي هختار الهايلوميكس. وعلى فكرة كمان في كتير من دكاترة الجلدية الكبار في مصر بينصحوا بيه. كمان انا استخدمت ماسك لوريال، وهو برضو بالهايلورونيك اسيد، طبعا تبع المجموعة بتاعت هايلون اكسبيرت. وهو عبارة عن قناع مرطب لتعزيز مرونة البشرة لمدة 24 ساعة، وهو خفيف جدا على البشرة وبيسمح ان البشرة تمتص كل المكونات اللي فيه بسهولة، وبيكون من حمض الهيلورونيك المركز. اما بقى عن الافكت بتاعه، فهو بيرطب وبيعزز مرونة البشرة لمدة 24 ساعة، وبينعم البشرة وبينعش الملامح. وطبعا كلنا عارفين برضو ان حمض الهيلورونيك دوت مهم جدا للبشرة، وبيساعد على تعزيز ومرونتها وبينعمها وبيرطبها، بس بطريقة مكثفة لو استخدمناه عن طريق الماسك. وطبعا الماسك بيقولك ان هو بيتكون من انسجه قطنيه رقيقه جدا. طبعا بيبقى في مكان لمحيط العين، وبيصل لاصغر الاماكن واصغر الخطوط اللي موجوده في البشره. اما بقى بالنسبه لطريقه استخدامه، هو كان عباره عن قناع كده وعليه طبقه زرقاء، بتشيلي الطبقه الزرقاء ديت، وبعد كده بتحطي الطبقه البيضاء اللي موجود فيها السيرم، وبتسيبيه على بشرتك لمده 15 دقيقه، وبعد كده بتشيليه، والزوائد بتدلكيها بالراحه او بتشيليها بالقطن. وطبعا الماسك دوت او القناع هو برضو نفس الفكرة بتاع السيرم بتاع لوريال، وبرضو نفس حمض الهيلورونيك، بس طبعا هو التركيز فيه اعلى طبعا علشان يديكي المفروض نتيجة فورية او نتيجة سريعة. لكن هو بصراحة برضو ما عجبنيش، واداني نفس الافكت بتاع السيرم. وعلى فكرة العبوة فيها ماسك واحد بس وبيستخدم لمرة واحدة، فهو بصراحة ما ادانيش اي مرونة او ترطيب. اما بالنسبة للنوع التاني اللي انا استخدمته، وهو قناع ايفا سكين كلينيك. القناع دوت موجود فيه 3 اقنعة او 3 ماسكات، يعني مش زي لوريال كان فيه واحد بس، اما ده فيه 3 اقنعة، وهو برضو بحمض الهيلورونيك. وطبعا القناع دوت فيه تركيبة مبتكرة بتدي البشرة مرونة، وبتدي للبشرة كمان نعومة فائقة، وبيدي امتلاء كمان للبشرة وللخطوط الرفيعة. طبعا الحاجات دي المفروض ان هي تبقى يعني سريعة، لان طبعا احنا عارفين ان الماسك او القناع بتبقى النتيجة بتاعته نتيجة سريعة، عكس السيرم طبعا بيحتاج لوقت علشان تبتدي تظهر النتيجة بتاعته. اما بقى بالنسبة لطريقة استخدام القناع او الماسك، اول حاجة طبعا بننظف البشرة، وده طبعا بينطبق على اي نوع ماسك بنستخدمه، لازم يبقى على بشرة نظيفة. وبعد كده بناخد القناع، وطبعا بنقفل العبوة علشان بقية الأقنعة ما يحصلهاش جفاف، وبنحطه طبعا على البشرة وبنظبطه كده على البشرة، وبنسيبه من 15 ل 30 دقيقة.
وبعد كده بنشيله وبندلك اللي باقي من السيرم اللي موجود في القناع على البشرة، أو بنشيل البواقي والزوايد بأي قطنة. بس بصراحة برضو بعد ما استخدمت القناع او الماسك دوت انا برضو ما حسيتش باي تأثير، او على الاقل يعني التأثير بتاعه بيبقى تأثير لحظي. مجرد ما بشيل الماسك ايوه بيدي مرونة وترطيب بس في وقتها. يعني هما الاتنين بصراحة ادوني نفس النتيجة، اللي هو التأثير او الافكت الوقتي. مجرد ما تشيل الماسك يعدي 5 دقايق 10 دقايق البشرة بترجع زي ما هي، نفس الجفاف اللي في البشرة، ما ادهاش اي مرونة، ما حسيتش باي تأثير. فبصراحة يعني عامة انا ما انصحكوش ان انتوا تجربوا الماسكات ديت. ممكن نستخدم السيرم بيبقى احسن ونتيجته احسن، سواء حتى كان سيرم لوريال او السيرم بتاع الهايلو ميكس. يعني حتى لو الموجود عندنا سيرم لوريال برضو هو احسن من الماسكات، سواء كان الماسك بتاع لوريال او الماسك بتاع ايفا، لان بصراحة هو سعرهم غالي وفي نفس الوقت الإفكت بتاعهم ضعيف جدا. وكده الريفيو بتاعنا بيكون خلص النهاردة، وده كان رأيي للنوعين دول من السيرم نتيجة تجربتي ليهم. أتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها، ولو استفدتوا منها ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما نزلها. وبس كده، باي باي.